السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي، مرحبا بكم معايا في مطبخ فاطمة الزهراء، فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله. كنعتذر أخواتي على هذا الصوت هذا، راني مريضة شوية. كنتمنى تكونوا كاملين بصحة جيدة وأحوالكم كلها طيبة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم مملحات أو فطائر أو ما يسمى بشنيك مالح. فطائر سهلة وسريعة وكتجي لذيذة وبسيطة، فكنتمنى تجربوها. وبلا ما نطول عليكم ندوزو للمقادير وطريقة التحضير في نفس الوقت، وفرجة ممتعة كالعادة. فغادي نبداو بسم الله على بركة الله بالعجين. في إناء غادي نخوي 2 كؤوس من الدقيق الأبيض، الفرينة أي الفورس، وكأس إلى ربع ديال الفينو أي السميد الرقيق الناعم. غادي نخلط هاد الدقيق مع الفينو باش نساجمو. وغادي نضيف اولا الملح، حوالي نصف ملعقه ديال الملح. وغادي نضيف ملعقه كبيره ديال الزعتر باش تجينا هكا العجينه ديالنا منسبه بالزعتر. ثم غادي نضيف ملعقه كبيره ديال الخميره الفوريه. وفي الاخير غادي نضيف ربع كاس من الزيت النباتيه. غادي نخلط باش نساجمو لنا كلشي مع بعضياتهم. وغادي نجمع العجين بالحليب الدافئ، فغادي نحتاجو كاس من الحليب الدافئ. وطبعا الكميه ديال الحليب كتبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق، واش كيشرب لنا اكثر ولا لا. انا احتاج ليا كاس، وانتم ضيفوه بالتدريج حتى كتجمع لكم العجين وتحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون هكا متماسكه، وفي نفس الوقت كتكون رطبه وماشي خفيفه بزاف ماشي قاصحه بزاف. هذا هو القوام ديال العجين. وغادي نخليها كتختمر حتى كيتضاعف الحجم ديالها، فما كتاخدش مده طويله. فقط انا خدات ليا تقريبا واحد نصف ساعه لان الجو سخون واختمرت معانا. صافي كنغطيوها وكنخليوها حتى كتختمر. وهنا كيف ما كتلاحظوا معايا، من بعد ما اختمرت العجين وتضاعف الحجم ديالها بهذا الشكل هذا، فغادي نفرغ منها الهواء اللي فيها وغادي نوضعها فوق سطح العمل اللي غادي يكون رشاه اما بالدقيق اولا بالفينو. صافي كناخذ هكا الدلاك وكنحاول نطلق العجين ديالي حتى كتولي رقيقه، وكنطلقها على شكل مستطيل. كتجيني سهله بزاف في الخدمه، كيف ما كتلاحظوا معايا كتخدم بسهوله وكتطلق دغيا. كتجي معاونا انا هاد العجين هادي. صافي كيف ما كتلاحظوا معايا، من بعد ما طلقتها بحال هكا حتى ولات رقيقه، غادي ناخذ الان صلصه الطماطم الجاهزه اللي دوبتها بشويه ديال الماء. فانا استعملت الجاهزه، ممكن تحضروها في البيت، فانا استعملت الجاهزه باش نربح شويه ديال الوقت. فقط دوبتها بشويه ديال الماء ونستمتها بالقليل من الابزار والملح والفلفل الاحمر اي التحميره. وصافي كنديروا واحد الطبقه هكا رقيقه فوق من العجين، كنوزعها بحال هكا بحال كيما كنديروا البيتزا بهذا الشكل هذا. صافي كناخذ هنا كميه من الكفته. عندي هنا الكفته اللي طيبتها في المقلاة وضفت عليها شويه ديال الزيت والملح، شويه ديال الفلفل الاسود اي الابزار، وشويه ديال الفلفل الاحمر اي التحميره، واحد الراس ديال المعلقه من الكمون. هكا شحرتها مزيان في المقلاة حتى طابت وتفرتات. وصافي كنوزعها بحال هكا كميه حوالي 200 غرام. صراحه انا كانت باقا لي من ديال العيد هي اللي درت، ممكن تشريو يعني 200 غرام. كنوزعها فوق العجين ديالكم، ممكن الحشوه كتبقى اختياريه فعلى حسب الرغبه ديالكم. وهنا كذلك ضفت كميه ديال الفلافل الالوان اللي مقطعه صغيره على شكل مربعات. كميه ديال الفلافل، يعني انا درت فلفله وحده، نصف فلفله خضراء ونصف فلفله حمراء، يعني في المجموع فلفله وحده كامله. وفي الاخير غادي نرش الجبن المبشور اي جبن كتفضلوه. انا استعملت الجبن الموتزاريلا. وصافي غادي نبداو نروليو العجين ديالنا بهاد الطريقه هذه. طريقه سهله بزاف وبسيطه، وبالنسبه لهاد الفطائر كيوجدوا بسرعه بلا كثره المجهود اولا الوقوف في الكوزينه. هنا هاد الطرف الاخير ديال العجين نحاول نقرصو هاد العجين ديالي بهاد الطريقه الشكل هذا باش كنثبتوه مزيان باش ما كتحلناش العجينه فاش كنكونوا كنقطعوا الرولي ديالنا. صافي غادي نجيب واحد الخيط عادي اللي كنخيطوا به الحوايج،
وغادي نبدا نقطع هاد الشنيك المالح اولا الفطائر. فكنوضعوا الخيط من الاسفل، ومني كنطلع كنخالفهم وكنقطع العجين، فكتقطع معنا العجين بسهوله كيف ما كتشوفوا معايا حتى الحشوه ما كتخرج ما والو. وصافي وغادي نبقى مستمره بحال هكا حتى غادي نسالي الرولي كامل كيف ما كتشوفوا معايا حتى كنقطع كاع العجين اللي عندي. فممكن تقطعوا بالسكين، ولكن كتخافوا هذاك السكين يخرج لنا الحشوه وتبقى تخرج معاكم. فبهذا هاد الطريقه هذه ديال الخيط احسن وعمليه اكثر، طريقه ممكن تقطعوا بها بلا ما تضيعوا حتى في شي حاجه. صافي فغادي نبقى مستمره حتى نقطع هذا العجين كامل. صافي انا كنستفهم في صفيحه ديال الفرن اللي فرشتها بورق الطبخ، فكتحاولوا تباعدوا بيناتهم لان مازال غادي نقرصوهم واحد شويه. لاننا من بعد ما وضعتهم كنضغط عليهم شويه باش ما كيجيوناش العجينه هكا غليظه، كتضغط عليهم بحال هكا كيف ما كتشوفوا وغادي ندخلوهم الفران. فبالنسبه للفران كنسخنوه من قبل وكندخلوهم يطيبوا بحال هكا بحال اي فطائر، كنطيبوهم من تحت ونحمروا الوجه ديالهم من فوق. دهنوا الوجه ديالهم بالبيض اولا بهاد الصلصه اللي تبقات ليا بحالي انا باش تعطيكم اللون اكثر. وبالنسبه للطاوه الثانيه هذه هي الكميه اللي حصلت عليها، فتحصلت على 17 الحبه، يعني 17 الفطائر اولا ما يسمى بشنيك مالح. وهنا من بعد ما طيبتهم فخرجتهم من الفرن كيجي المنظر ديالهم رائع وكيجيو هشاش. فكنزينهم بالقليل من الجبن بحال هكا في الوسط. دائما التزيين كيبقى اختياري، ممكن تحتفظوا بهم غير هكاك. وكل وحده غادي ندير ليها واحد الحبه ديال الزيتون اسود. وصافي كنوضعهم بحال هكا في صحن اولا طبسيل اللي غادي نقدموهم فيه. كيجيو صراحه زوينين بزاف وساهلين في التحضير ديالهم، كيوجدوا بسرعه وعجينتهم حتى هي كتجي خفيفه، كتجي رائعه بزاف وكيجيو لذاذين. فكنتمنى تجربوا الوصفه ديال اليوم وتنال اعجابكم. بهذا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. فلا عجبكم الفيديو فما تنساوناش باللايك ديالكم والاشتراك في القناه مع تفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد الوصفات. وشكرا على مشاهدة الفيديو، نتلاقاو الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامة. وكنعتذر مرة اخرى على هذا الصوت هذا، وسمحوا لي اخواتي، وشكرا على المشاهدة في القناة.